السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. عدته ولا هيشتريها؟ حاجته ولا هيشتريها؟ منتخب مصر لجلط المشاهدين، منتخب مصر لأدوية السكر والضغط وكل الأمراض المزمنة. ما نعرفش نكسب واحنا مرتاحين، ما نعرفش يعني نبقى خلاص احنا هنا في اعلى مراكز القوة. لا ازاي؟ لا انا حاسس ان احنا محتاجين نجلط شوية بعض المشاهدين. ليه؟ يعني استفدتوا ايه؟ مبسوطين انتوا كده؟ يعني مبسوطين لما جلطتونا؟ مبسوطين لما قهرتونا خليتونا نعيش 5 دقايق ولا 10 دقايق من الرعب التام؟ هات لي اجدعها فيلم رعب ما يضاهيش اللي حصل فينا في ماتش ايران ده. ما يضاهيش. احنا يعني احنا كنا بنموت الساعه 8 الصبح، والناس الساعه 9 الصبح والناس بتنهار. قاعدين بننهار على نفسنا مش قادرين. حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم. لا احنا لو هنكمل بالمستوى ده في البطوله يبقى مع السلامه، نخرج بقى حتى ما نلعبش ماتش استراليا، عشان يعني الموضوع صعب. الموضوع مش بالسوء، في ناس مطلعه ان احنا كنا خسرانين 3 ماتشات وخارجين من المجموعات. لا، في ايجابيات واحنا عملنا انجاز كبير قوي يا جماعه، ومش عايزين ان احنا نقلل منه. مش ده الطبيعي، مش الطبيعي انك كنت هتخش تصعد من المجموعه وعمال تقول اصعد اول اصعد تاني وكله في ايدك. يعني انت لو كنت كسبت وكنت تصعد اول كنت هتلاعب السنغال، كنت هتقول برضو يا ريتني ما طلعت اول كنت طلعت تاني. انت ربنا مسهلها لك الحمد لله، ومش ده الطبيعي انك تطلع تاني مجموعه، ومش ده الطبيعي انك تقدم الاداء اللي قدمته ده. طيب خلينا بس الاول يعني تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا فيديو في كل حته، في جرس التنبيهات، ونتكلم عن المباراه بقى ككل، ونشوف منتخب مصر هيعمل ايه قدام استراليا واللي عمله قدام ماتش ايران. يعني نتكلم في كل حاجه. فاول حاجه عايزكم تقولوا لي رايكم في يعني الشكل الجديد كده احسن ولا الشكل القديم. انا حاسس ان يعني الشكل ده احسن شويه، والدنيا يعني اصفى شويه ان شاء الله، بقى يبقى فيه شويه ديكورات كده والدنيا هتتظبط يعني ان شاء الله. ده اولا كده. خلينا بقى نتكلم على مباراة مصر وايران. طيب الماتش ده فيه كمية يعني مشاكل حصلت بصراحة في الماتش ده. يعني خلينا طبعا نبتدي بالتشكيل. التشكيل انا ما كانش عندي فيه اي اعتراض، كنت بدأت مع عبد المنعم، ما عنديش اي مشكلة. ده هو ده الماتش يا جماعة اللي لازم تدي فيه عبد المنعم. ما انت مش واخده معاك عشان معلش تركنهولي. يعني انت لازم تشوف هل هو فت، هل هو قادر ان هو يعني رتم مباريات ومش عارف ايه. واضح ان هو مش قادر خالص. ودي انا حاجه ما عيبش فيها على حسام حسن، ما عيبش فيها على اي حد. انت بصراحه يعني هو عبد المنعم من احسن المدافعين اللي عندك في مصر، فطبيعي انك كنت تاخده. حتى لو هو بعيد، حتى لو هو مستواه وحش، حتى لو هو بقاله سنه ما بيلعبش ماشي، بس هو احسن مدافع في مصر، فطبيعي انك كنت تاخده. لازم كنت اجربه بقى في اي ماتش من الماتشات. وماتش ايران الحمد لله يعني باللي حصل معاك في الماتشين اللي قبليهم، هو احسن ماتش تجرب فيه محمد عبد المنعم. وقد كان انت جربته وواضح ان هو مش جاهز تماما للماتشات، مش جاهز تماما، مش مركز. الكره اللي عملها قدام مهدي طريمي دي يعني كره عبد المنعم في البيك ما يعملهاش تماما تماما تماما. كره يعني قمه في السذاجه من عبد المنعم. يعني دي طبعا ده مش عبد المنعم، ولكن احنا عارفين الاصابه والبعد عن الملاعب بيخلي اللعيب عامل ازاي. فطبعا عبد المنعم اعتقد ان هو اوت بعد كده في كاس العالم معانا. يعني ما اعتقدش ان هو حتى هيرجع، ولو رجع ما اعتقدش ان حسام حسن هيديله الثقه تاني في اي ماتش من الماتشات الكبيره لو تاهلنا ان شاء الله قدام استراليا. فما كانش عندي اعتراض على عبد المنعم خالص. انا كنت شايف ان الماتش ده هو الماتش بتاع عبد المنعم اللي هنجرب فيها هل هو قادر يلعب او لا. محمود صابر طبعا بدل مروان عطيه كنت متفق فيها تماما. وقلت والله العظيم قبل الماتش مع واحد صاحبي اسمه حازم، قلت له ان محمود صابر هيجيب جون. وكنت حاسس لان حسام حسن سبحان الله يعني هو مش عايز اقول مرزق، بس هو بجد مرزق. يعني حظه حلو، كل ما بيراهن على لاعب بيديله يعني بيديله حق الرهان اللي هو راهن عليه ده. محمود صابر اذا كان محمود صابر او زيكو. محمود صابر اصلا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، وعمري ما نسيت له جون قدام المغرب في نهائي افريقيا بتاع الشباب ده اللي كان مؤهل للاولمبياد. كان جون خطير والواد رجله حلوه، ويعني انا بحب محمود صابر عامه. فما كانش عندي اعتراض خالص ان هو يبدا الماتش ده حتى بدل مروان عطيه، عشان مروان عطيه ما ياخدش انذار. فما كانش عندي اي اعتراض. مهند لاشين زي تمام زي الفل، وصلاح وزيكو وتريزيجيه وامام طبعا. فكنت مبسوط برضو ان مرموش قعد دكه، لان مرموش هو لما نزل الشوط الثاني عمل لنا شكل وعمل لنا منظر كبير جدا. يعني هو لعيب فارق، وهو
بيفرق عن كمان يعني الناس طبعا بتهاجم مرموش بشكل كبير، ولكن هو بيفرق في تكتيكيا قوي في الملعب. يعني انت بتشوفه بيضيع ومش عارف ايه وعايز ياخد كل كوره، بس هو محتاج بس يبطل انانيه زي ما قلت لكم، ويعني الموضوع هيتحسن معاه بشكل كبير. لكن هو بجد بيفيد المنتخب تكتيكيا بشكل كبير. عجبني قوي ان احنا كنا داخلين الماتش بنهاجم وعايزين نجيب اجوان وضاغطين وفاتحين الملعب، وده طول الماتش عامه، وضاغطين وعايزين نجيب اجوان وبنلعب بطريقتنا اللي لعبنا بيها قدام نيوزيلندا الشوط الثاني، وكل حاجه كانت ماشيه تمام. جبنا الجون الاولاني الدنيا حلوه. ليه بقى هدينا؟ ليه كشينا؟ ليه رجعنا ورا؟ ليه بقينا بنستقبل لعب واديت الكره لايران؟ ليه انت كان عندك فرصه يعني بعد الجول الاولاني ده تخش على ايران دول تهتك عرضهم وتكسبهم سكور. بجد ايران فرقه جميله، فرقه حلوه وفرقه بدنيه قويه جدا جدا جدا، ولكن هي فرقه كورتها قليله، كورتهم قليله. يعني هم فرقه انت احسن منهم بكتير، يعني خلاصة كده انت احسن منهم بكتير. فكان عندك فرصة انك تعمل ماتش جامد قوي قدام ايران وتكسبهم سكور، ولكنك قررت انك تدافع، وقررت وعبد المنعم يعني بكرة ساذجة يلبسنا بينالتي تتصد من شوبير العظيم، احسن حارس في البطولة بلا منازع بصراحة. يعني لو هنتكلم بقى على الحارس مثلا بتاع كاب فيردي او حارس كوراساو تقريبا، هو مصطفى شوبير انا بالنسبه لي هو احسن حارس في البطوله. انا شفت 3 ماتشات البطوله مفيش حارس لفت نظري قد مصطفى شوبير بصراحه يعني. والكلام ده بقى تقولوا الناس اللي مش مصريه كمان يبقى ليهم ايدج عننا احنا كمصريين، لكن انا شايف ان مصطفى شوبير واحد من احسن حراس في البطوله، بل لم يكن الاحسن. انا ممكن انحاز ليه عشان انا مصري، ولكن انا شايف ان هو توب 2 توب 3 يعني مينيمم. فممتاز مصطفى شوبير. حتى في كرة الهدف دي اللي عايز اتكلم عليها، فيها كم غلطات مش طبيعي. طبعا اول غلطة ان عبد المنعم المفروض كان المفروض يخرج وتنزل ياسر على طول. هو باين ان هو مش قادر، يكمل، كنت المفروض لازم تخرجه. كمل عبد المنعم برضو، وفضل يعني فضل قاعد بره وما عملناش التبديل على امل ان هو يرجع. ليه؟ هو مش قادر خلاص. انت بعد الكرة دي اصلا المفروض كنت تخرجه، عشان انت شايف ان هو اوت اوف فورم خالص، مش مركز وهو مش موجود معاك. فهو مش هيقدر يديك اكتر من اللي انت بتحلم بيه، مش هيديك. فالمفروض كنت تخرجه، انت ما خرجتوش، وبقينا بنلعب ب9 لعيبه موجودين في الملعب غير الحارس. فدي طبعا ازمه. مهند لاشين رجع تاني سيرد باك، طبعا هو دي مش مهمته. الكره اتلعبت عند الواد اللي على ناحيه الشمال ده، راح بيها. طبعا مهند لاشين ومحمد هاني عمل تغطيه قمه في الغباء. هي تقريبا الكرة اصلا اتقطعت مننا في نص الملعب، والتغطيه سيئه من محمد هاني. الكرة اللي عملها بالدماغ دي رجعها تاني للمهاجم بتاع ايران. الراجل مهند لاشين ومحمد هاني ضغطوا على الراجل اللي معاه الكوره، بقى في واحد واقف في 18 لوحده وبصت له الكوره، رقص شاط شوبير ممتاز طبعا. ولكن التغطيه السيئه من فتوح، اللي جون كلها جايه من جبهه فتوح، فحاجه يعني فتوح محتاج يركز بجد. لان ال3 جون اللي جم فينا في البطوله بسبب من جبهه فتوح ومشكله فتوح في التغطيه العكسيه. طبعا الراجل قطع في ظهره طق هدف على طول. فمشكله كبيره بصراحه. يعني مش منطقي انك تكون لسه يعني جاي عليك بينالتي وبتتصد، ويروح بعدها بدقيقتين جاي فيك جون او دقيقه. ما ده برضو يعني شيء يعني يخليك تتجنن. لبسنا هدف طبعا، ويعني انا شايف ان ما كانش شكلنا وحش في الملعب بصراحه. كنا بنلعب بلعبنا وبنحاول، ولكن كنا مستحوذين استحواذ سلبي بصراحه، سلبي قوي. ولاعيبه ايران متكتلين بطريقه صعبه، بيلعبوا على التحولات، الكره الطويله، مهدي طريم يسند يبتدوا يتحولوا علينا. فطبعا يعني انا حاسس ان احنا ما كناش مركزين قوي او مرتبين اللي هيحصل في الماتش. يعني حاسس ان احنا ما كناش مذاكرين فرقه ايران دي. يعني مع ان شوبير لما طلع اتكلم بيقول لك ان احنا كنا مرتبين ان فرقه ايران، انا حاسس ان احنا ما كناش يعني محضرين اي حاجه لفرقه ايران دي. يعني انت المفروض عارف ان هم بيلعبوا كوره طويله، انت برضو كنت بتتضرب بالكوره الطويله دي، فدي مشكله انك ما كنتش متحفظ. ولكن يعني انت برضو كنت مستحوذ، كنت بتحاول انك توصل، كنت بتحاول انك تلعب الكرة اللي في ظهر الباكات بتاعت ايران، او تلعب الكرة في العمق وهم واقفين متكتلين. فكان عندك شويه مشاكل في انك تحاول توصل بالكرة للجون. ولكن كنت يعني برضو بتحاول في كذا كرة، كنت يعني بتحاول فيها كرة تريزيجيه، كورتين تريزيجيه وكرة مهند لاتشين اللي جاب العرض دي. فكنت بتحاول، ده طبعا في الشوط الثاني.
الشوط التاني طبعا في الهاف تايم عملنا تبديلتين، خرجنا محمود صابر وامام عاشور، وانا بصراحه يعني اتصدمت من التغييرتين دول. يعني انت عندك دلوقتي محمود صابر جايب جون وفاير في الديبيو بتاع كاس العالم، حاجه طبعا في خيال اي لعيب ما بتحصلش، يعني حاجه تاريخيه، وانت رحت مخرجه وسايب مهند لاشين اللي عليه ضغط ان هو ممكن ياخد انذار ما يلعبش الماتش الجاي وانت عايزه، رحت مخرج محمود صابر اللي هو اصغر من مهند لاشين، محمود صابر اللي هو عنده فتنس ان هو يقدر يكمل 90 دقيقه، ما لعبش زي مهند لاشين ماتشين كلهم ضرب وطخ. لا انت سبت مهند لاشين وطلعت محمود صابر. انا ما فهمتش بصراحه التبديله دي، نزلت مروان عطيه وخرجت امام عاشور ونزلت مرموش. ليه خرجت امام وليه خرجت محمود صابر؟ الاثنين دول عندهم قدره ان هم يكملوا 90 دقيقه، انا مش فاهم ليه خرجتهم. ليه ما خرجت زيكو على طول ونزلت مرموش؟ زيكو اللي يعني انا هو جامد، هو عنده حضور في ال 18. تمام، هو جامد، هو عنده حضور في ال 18 ولعيب كويس، ولكن يعني هو بصراحه عنده مشاكل كبيره، يعني عنده مشاكل. هو بيلعب كوره باللمسه واحده ولعيب حلو وتحركاته حلوه، ولكن برضو انا يعني مش عارف، ما بحسوش، ما بحسوش كتير، يعني في اوقات كتير ما بحسوش موجود في الملعب اصلا. لكن هو لعيب كويس، يعني كويس جدا، يعني طبعا دي مساوئ الدوري المصري، يعني زيكو ده محتاج يروح نادي جماهيري، يبتدي يغلط، يبتدي يتعود ازاي يغلط عشان الغلطات دي بتعدي. حد كان بيقول الجمله دي وعجبتني جدا، ان اللعيب زي مهند لاشين او زيكو او الناس دي لما بيغلطوا في نادي مش جماهيري الغلطات دي بتعدي، لكن لما بيغلطوا في نادي جماهيري الدنيا بتقوم عليهم، فبيتعلموا من غلطاتهم. فزيكو محتاج ان شاء الله يعني يروح الاهلي او الزمالك او اي نادي جماهيري نفسه زي مهند لاشين عشان يتعلموا من غلطاتهم دي. فالتبديلتين دول انا ما اتبسطتش بيهم بصراحه، يعني حسيت ان احنا اتسرعنا قوي في التبديلات، خصوصا ان انت اصلا مبدل عبد المنعم ومنزل ياسر، كده خسران 3 تبديلات لسه 45 دقيقه كامله ما اتلعبتش، وانت عارف ان لعيبتك مضغوطين ولاعبين ماتشين صعبين قوي قبليهم، والماتش ده انت عارف ان هو هيبقى صعب لان ايران برضو فرقه بدنيه صعبه. وقد كان صلاح حس ان هو تعبان وخرج مصاب، ودي طبعا كارثه كارثه كارثه، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. يعني الناس بتقول، الطبيب المنتخب بيقول والصحفيين بتقول ان الاصابه الحمد لله مش كبيره، وهو مجرد شد، وصلاح هيقدر ان هو يكون في ماتش استراليا. وانا نفسي ان هو يقعد دكه الشوط الاولاني في ماتش استراليا وتلعب بهيثم حسن، شوف قدر ربنا، شوف تدابيره. انا خدامك يا ابويا، انا خدام هيثم حسن والله العظيم. اصل اللي زيزو بيعمله ده، خلينا بس ما نتسرعش، خلينا في اللي كنا فيه. لو كنت بتكلم عن نجي لك اللي زيزو ده بعدين. وقد كان قلت لك صلاح خرج ونزل مكانه زيزو الجميل الخطير التاريخي، يعني كان بنتكلم على زيزو عشان بصراحه جبت اخري من زيزو ده بقى. يعني انا ما بحبش اشتم في لعيبه المنتخب وما بحبش اغلط في اللعيبه طول ما هم لسه بيلعبوا في المنتخب ولسه البطوله شغاله، ولكن كده كتير يا ابويا، حرام عليك يابا، انت تعمل ايه في الملعب؟ هو اصلا زيزو اتاخد المنتخب ليه؟ انا نفسي بقى نفهم بقى، تعالوا بقى زيزو بقى ده اتاخد المنتخب ليه؟ انا زهقت واتخنقت منه بصراحه، مفيش اي افاده. لا هيثم حسن احسن منه بكتير يا جماعه، كنت بقول على زيزو احسن من هيثم حسن، انا متخلف، انا ما بفهمش كوره، انا هو على الدغري انا ما بفهمش كوره. اصل اللي زيزو ده يعني انا مش مصدق بصراحه اللي هو بيقدمه على المنتخب ده، اللي هو لا شيء، يعني ما بيعملش اي حاجه، ما بيدافعش، ما بيهاجمش، ما بيعرضش، ما بيرقصش، ما بيشوطش، ما بيعملش ثرو باص. امال انت بتعمل ايه في المنتخب يا ابني؟ يا جماعه المفروض اصلا بعد كره نيوزيلندا اللي يعني ما يشمش الملعب. ازاي حسام حسن واثق فيه؟ انا نفسي بقى يغزلني حسام حسن، نفسي زيزو اغزلني يا عم، اغزلني وانا هطلع امجد فيك. لا بس بالاداء ده بالطريقه دي لا، انت بصراحه يعني صفر. وانا مش هقبل ان زيزو يلعب تاني بصراحه بعد كده في المنتخب، يعني بالذات في البطوله دي. هو اسوأ لاعب عندك، اسوأ لاعب. حرام تبقى سايب واد يلعب في الدوري الاسباني وبتلاعب زيزو، بصراحه يعني كفايه كده يا كابتن حسام، يعني حرام الواد. انا كنت بقول ان هو مش احسن من صلاح ومش احسن وينج عندك، ولكن هو احسن من زيزو شور، يعني فور شور هو احسن من زيزو. فمحتاجين يعني ان صلاح يقعد دكه في الماتش الجاي حفاظا عليه الشوط الاولاني على الاقل، وتنزله في الهاف تايم تلعب هيثم حسن، ارجوك ادي الواد اكتئب، مسح كل صوره على الانستجرام. حرام ده احنا قعدنا نحفي وراه عشان نجنسه، وفي الاخر احنا قاعدين دكه عشان زيزو باشا اللي ما بيقدمش اي حاجه.
لا حرام، كفايه كده بصراحه يعني. زيزو محتاج يتأدب شويه بصراحه يعني. لا ما تدلوش، لا عاقبه شويه، لاعب عليه هيثم حسن. مش ده المفروض البديل بتاع صلاح هو هيثم حسن، وده المعروف. وده اللي انت عملته في الماتشات اللي قبل كده، في الوديات، في الدوري اللي قبله واللي قبله، كنت بتلعب بهيثم حسن بدل صلاح. ايه اقتناعك بقى بزيزو المره واحده اللي جه ده؟ فزيزو صفر صفر صفر. بعد ما نزلنا زيزو بدل صلاح، كان فاضل لنا تغييره كمان، اللي هي بتاعت حمزه عبد الكريم. انا مش هرد بقى صراحه، مش هرد يعني، مع احترامي الشديد لحمزه، وانا من الناس اللي يعني عاشقه حمزه بصراحه، وبحبه جدا بحبه جدا، وفرحت قوي ان هو خلاص انتقل لبرشلونه رسمي. لعيب انا نفسي اشوفه في اعلى الدرجات يعني، ولكن يعني ما ينفعش. طبعا ما بتكلمش عليه، بتكلم على كابتن حسام حسن. انت دلوقتي شايف اللعيبه بتموت بيتوفوا، وبرضه رحت مخرج مهاجم زيجو تقريبا، ورحت منزل حمزه عبد الكريم. طب انا نفسي افهم بقى يعني، طب خرج مدافع. يعني هل انت مثلا كان نفسك تهاجم وعايز تجيب التاني؟ اعتقد كده يعني، اعتقد انها فكريا كده، ان هو كان عايز يكسب فبيخرج مهاجم ونزل مهاجم. انا لسه عندي عايز اهاجم وانت مش قادر تهاجم. يعني يا فرحتي، ما انت مش قادر تهاجم اصلا. انت مش قادر تهاجم، اللعيبه ورا بيموتوا. فتوح، احنا بنلعب من دقيقه 80 لحد الماتش ما خلص ناقصين لاعب، وفتوح بيلعب مهاجم، وتريزيجيه هو اللي رجع باك. دي مشكله. انت اصلا عارف ان فتوح ما بيقدرش يكمل معاك 90 دقيقه، هو الفتنس بتاعه قليل، فقررت برضو انك تلعبه. قررت انك تبقى عليه، كنت خرجت ونزلت كريم حافظ يا عم شويه، ورجعت تريزيجيه باك ونزلت لو انت عايز تهاجم كنت رجعت تريزيجيه باك ونزلت ابراهيم عادل بدل احمد فتوح، وحطه هو في الهجوم لو انت عايز تهاجم يعني فعلا. ما فهمتش بصراحه التبديل ده خالص، مع احترامي الشديد لحمزه، ولكن انت مش لازم كل مره تنزله يعني، مش لازم كل ماتش تنزله، عادي ممكن ماتش ما تنزلوش، عادي ممكن تفكر للفريق، مش لازم يعني تفكر لحمزه. يعني عادي فكر للفريق، ده اهم حاجه. فطبعا المشكله طبعا ده ادت ان مهند لاشين ياخد انذار بسبب الضغط اللي على اللعيبه مضغوطه. ده سبب ان مهند لاشين يعمل فاول وياخد انذار، وطبعا دي قمه في التخلف. ان انا ابقى قاعد 90 دقيقه او 91 دقيقه، المفروض ان انا ما اخدش انذار، ما خدتش انذار، جيت في 91 دقيقه في الدقيقه 91 اخد انذار وما العبش الماتش الجاي. ما خرجتوش ليه؟ نزلت دونجا يا عم، او انا ما بطيقش دونجا اصلا، كنت نزلته عشان تحافظ على مهند لاشين. لا سبت مهند لاشين اهو، انت مش هتلعب بيه الماتش الجاي، هتضطر تلعب بحمدي فتحي بقى. اتبسطت انت كده يعني؟ حرام يا جماعه يعني، ليه؟ كان من بدري اصلا، ما كنتش خرجت محمود صبري وكنت خرجت مهند لاشين ونزلت مروان عطيه. يعني انا مش فاهم بجد، مش فاهم ايه سر البقاء على مهند لاشين 90 دقيقه وهو عنده يعني انه ممكن ياخد انذار، ودي خد انذار ومش هتلعب بيه الماتش الجاي، وهو واحد من اللعيبه المهمه، فقدتها انت الماتش الجاي خلاص. فمشكله طبعا، مشكله كبيره. ولكن الحمد لله طبعا الجون اللي جه ده يعني قمه في الهرجله، اساسا جون يعني متخلف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هو طلع اوفسايد، يعني ربنا بيحبنا الحمد لله. الكره اللي جت في العارضه في اخر الماتش دي، طبعا اخر 5 دقايق انا مش حاسب عليها اي حد بصراحه، لا مدرب يعني، ممكن احسب عليها المدرب من بدري، لكن مش هحسبوا عليها في ال5 دقايق دي، ولا اللعيبه المشحره المقتوله دي يعني، مش هقدر احاسبه عليها. طبعا احنا عندنا مصايب كبيره، فتوح طبعا مش هيلعب الماتش الجاي ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله سعد المجيد يكون جاهز الماتش الجاي عشان اكيد هنحتاجه. عندك حمدي فتحي ان شاء الله يكون جاهز، عبد المنعم طبعا مش هيلحق، صلاح ان شاء الله هيلحق. فيعني عندنا مشاكل كبيره واصابات، خسرنا حاجات كتير قوي من الماتش ده، وكنا نخسر حاجات اكبر لو جون ايران ده ما كانش اوفسايد، ولكن هو اوفسايد صريح طبعا. الناس اللي بتتكلم في حوار الاوفسايد القانون واضح، الحارس خارج بره فلازم يبقى حارس، مش هو اخر لاعب ادام خرج بره مكانه يعني. ده متعدى على 2 لعيبه، ادام خرج وفي وسطه 2 لعيبه. طبعا انا مش هقدر واحد احسن واحد اقدر اشرح القانون يعني، في ناس تشرحها احسن مني، ولكن اللي بان ان هو مش اوفسايد بالقانون الجديد يعني او القانون الموجود. فالحمد لله كنا هنخسر حاجات كتير قوي لو كنا خسرنا الماتش ده. الحمد لله ان احنا يعني جت على قد التعادل، الحمد لله انها جت
على قد ان احنا نتاهل. واتفائلوا يا جماعه واتبسطوا، يعني في مشاكل، ده اوحش ماتش لعبناه، وكالعاده هو اوحش ماتش بتلعبه مصر في اي بطوله مجمعه بيبقى الماتش الاخير. ولكن اتبسطوا يا جماعه، احنا اتاهلنا من دور المجموعات في كاس العالم، احنا كسبنا ماتش في كاس العالم، احنا ما خسرناش ولا ماتش في المجموعات، احنا رايحين نلعب استراليا وحظوظنا كبيره، عندنا فرصه نقابل ميسي ويعني نعمل تاريخ ونكسب ميسي ونخرج الارجنتين. ولو خسرنا احنا بنلعب ميسي والارجنتين. فيعني بس اهم حاجه نركز في ماتش استراليا الاول، وما نركزش في ماتش الارجنتين ده خالص. ممكن كان فريق تعمل معجزه عادي تتاهل على حساب الارجنتين. فيعني نهدى ونصلي على النبي ونركز في ماتش استراليا. عندك فرصه كبيره انك تروح دور ال 16، انت فرقه قويه، انت فرقه كويسه، انت ابرزت انك فرقه قويه وفرقه كويسه، وعندك طريقه لعب وعندك شكل، وبقى عندك بقى عندك شكل يعني واضح وصريح للمنتخب. اتبسطوا يا جماعه وافرحوا وخلوا اللعيبه تفرح. احنا عملنا انجاز كبير، احنا كسبنا اول ماتش في كاس العالم ما عملناش قبل كده، احنا اتاهلنا للدور الثاني ما عملناش قبل كده، احنا ما خسرناش ولا ماتش في كاس العالم ما عملناش قبل كده في دور المجموعات يعني. فطبعا احنا بنعمل تاريخ، فاتبسطوا يا جماعه. اتضايقوا، قولوا على السلبيات، ولكن الموضوع مش بهذا السوء اللي الناس بتتكلم فيه. احنا كنا كويسين على مدار الثلاث ماتشات، عملنا شويه اخطاء سهل انها تتحل، سهل ان احنا نلعب على النقط ضعفنا دي ونحولها لنقط قوه ان شاء الله. فبسطوا، احنا عملنا انجاز، احنا حققنا المستحيل. محدش كان يتوقع ان منتخب مصر بنلعب دلوقتي اول تاني، لا الحمد لله انا طلعت تاني ما طلعتش اول، عشان يا باشا السنغال كل حاجه في ايدك، انت ما كنتش مستني هدايا من حد، ما كنتش مستني معجزات من حد، فربنا كرمك ان شاء الله وربنا يكرمك اكتر واكتر. بس هو ده اللي اقوله على ماتش مصر وايران. ان شاء الله يعني نتمنى ان ماتش استراليا يكون زي ماتش نيوزيلندا كده، هم تقريبا فرقتين قريبين من بعض، ان شاء الله يعني نكون على قد التوقعات ونتاهل. ولعبنا الارجنتين، خرجنا من ميسي، كسبنا، عملنا المستحيل. فادام وصلت هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات وتشير الفيديو كل حته وتكتب لي كومنت حلو كده، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.